بوريطة: المغرب ليس طرفا في الحرب الروسية. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن المغرب ليس طرفا في النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا ولم يساهم بأي شكل من الأشكال في هذا النزاع. وأوضح بوريطة في ندوة صحفية مشتركة مع نائب الوزير النمساوي الفيدرالي للشؤون الخارجية الأوروبية والدولية بيتر لونسكي عقب مبادلتهما أو مباحثاتهما اليوم الثلاثاء بالرباط أن المغرب باعتباره عضوا في المجموعة الدولية يتعامل مع هذا النزاع كقضية تؤثر على السلم والأمن الدوليين ولها آثار مهمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. وشدد الوزير على أن موقف المغرب من النزاع الروسي والأوكراني يقوم على مبادئ الحفاظ على سيادة الدول وعدم المس بالوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتشبث بحل النزاعات بالطرق السلمية ودعم سياسة جوار بناءة واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ومن هذا المنطلق يقول الوزير: في كل مرة يكون هناك تصويت داخل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة كان المغرب دائما يغيب عن التصويت باستثناء عندما يكون القرار يهم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ومن منطلق المبادئ الأربعة التي يدافع عليها. وأضاف أن المغرب دائما ما يصوت بالإيجاب عن هذه القرارات بحكم أنها قرارات مرتبطة بالحفاظ على الوحدة الترابية للدول واعتماد الطرق السلمية لتسوية النزاعات وتتطابق مع الشرعية الدولية ومع قرارات الأمم المتحدة. وجدد التأكيد على أن المغرب يعبر بشكل واضح عن موقفه من خلال تصويت إيجابي عندما يتعلق الأمر بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهذا ما حصل مؤخرا عندما صوت المغرب على قرار ينسجم مع مرجعيته والتي هي ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية. وفي مقال آخر سابق النمسا ستعلن دعم مخطط المغرب في الصحراء. أفاد الإعلان المشترك الصادر عقب الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء بالرباط بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش والمستشار الفيدرالي النمساوي كارل نيهامر بأن النمسا تعتبر مخطط الحكم الذاتي للصحراء الذي قدمه المغرب سنة 2007 أساسا لحل النزاع حول الصحراء المغربية مقبول من كافة الأطراف. ووصفت النمسا في هذا الصدد جهود المغرب بالجادة وذات مصداقية. وأكد البلدان في هذا الإعلان المشترك دعمهما لجهود المبعوث الشخصي الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دي ميستورا وجهوده لمواصلة العملية السياسية الهادفة إلى تحقيق حل عادل ودائم وسياسي ومقبول لدى الأطراف وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وفي هذا السياق أشاد المغرب برغبة النمسا في مواصلة دعمها القيم لبعثة المينورسو. ويشار إلى أن المستشار الفيدرالي النمساوي كارل نيهامر يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب يومي 27 و28 فبراير الجاري على رأس وفد رفيع المستوى بدعوة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وسندرج هذه الزيارة في إطار الاحتفاء يوم 28 فبراير الجاري بالذكرى 244 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حينما قدم محمد بن عبد الله المالك أوراق اعتماده كسفير للسلطان المولاي محمد الثالث إلى الإمبراطور جوزيف الثاني يوم 28 فبراير 1783. وفي موضوع آخر، لجنة مشتركة تعزز التعاون المغربي النمساوي.
أكد المغرب والنمسا اليوم الثلاثاء بالرباط التزامهما المتبادل بمواصلة توطيد الحوار والتعاون في مجال الأمن والهجرة، مذكرين بالروابط الممتازة بين البلدين في هذا المجال. وفي ملحق يهم التعاون في مجال الأمن والهجرة بالإعلان المشترك الذي تم اعتماده عقب اجتماع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالمستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا كارل نيهامر، سلط الطرفان بشكل خاص الضوء على مواصلة التعاون الثنائي طويل الأمد بين المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي ووزارة الداخلية النمساوية في المجال المتعلق بالكلاب البوليسية ومختلف أنشطة التكوين في هذا الشأن. كما تطرق إلى إمكانيات تعميق التعاون في مجال الأمن الداخلي وإنفاذ القانون، لا سيما في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والاستغلال الجنسي للأطفال والجرائم الإلكترونية وتبييض الأموال والاحتيال والجرائم الاقتصادية والفساد والتزوير والتجار بالوثائق والإرهاب. وسجل فندق وسجل ملحق الإعلان المشترك أنه بعدما نوه الجانبان بالتقدم المشترك المحقق في مجال الهجرة والعودة، فضلا عن شتى أوجه التعاون السياسي والتقني في هذا المجال، تعهد بكبح عمليات المغادرة غير القانونية من المملكة، بما في ذلك إساءة استخدام نظام الإعفاء من التأشيرة. في هذا الإطار سيكثف المغرب والنمسا العازمان على مواصلة جهودهما المشتركة التعاون العملي في مجال العودة وإعادة القبول، وذلك مع التطلع إلى مواصلة تعزيز نجاعته. وتحقيقا لهذه الغاية اتفق البلدان على إحداث مجموعة مشتركة أو مجموعة عمل مشتركة رفيعة المستوى معنية بالهجرة والجريمة عبر الوطنية، مكونة من ممثلين لكلا الطرفين، تجتمع بانتظام مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر، وتتم مواكبتها بحوار حول العودة وإعادة القبول بين المصالح القنصلية لسفارة المغرب بالنمسا والمصالح المختصة بوزارة الداخلية النمساوية ينظم على فترات متقاربة بغية تبادل المعلومات الرامية إلى تقليل بشكل فعال جميع حالات إعادة القبول المعلقة. وخلال اجتماعهما الأول ستحدد مجموعة العمل إجراءات وآليات عملها وعمليات تحديد الهوية وإعادة القبول من أجل العمل بفعالية وسرعة على جميع مستويات التعاون في مجال الهجرة. كما ستقترح مذكرة تفاهم حول التعاون سيتم تقديمها إلى وزيري الداخلية في غضون 3 أشهر. وأشار الملحق إلى أنه من أجل ضمان الفعالية في تنظيم وتنفيذ عمليات العودة يمكن اللجوء إلى أي وسيلة للنقل.